كتير. تعالوا بقى نختم الصيام بتاعنا بطبق او صينيه المحشي دي. محشي مشكل هعمله معاكم بخلطه سريه، مكون واحد بس، محدش هيقول عليه انه ده محشي صيامي، يعني بدون شوربه لحوم خالص. بجد جميل جدا، هيعجبكم قوي. يلا بينا نشوف الطريقه. بس اول مره تشوفوني انا اسمي نعيم. يلا بينا. اول حاجه الصلصه بتاعتي هعملها بطريقه التتبيل المنزلي، يعني اي صلصه مكرونه فايضه عندكم طلعوها ونستخدمها بدل ما نعمل صلصه جديده. ودي طبعا صلصه صيامي، هسيبها بقى تفك كده من بعضها على النار. والخضره بتاعتي انا بحب المحشي خضرته كتير، يعني من كل نوع حزمتين، والمهم عندي هنا حزمه كرفس، وهو ده اللي هيفرق معاكي في محشي الصيامي. وجربوه على ضمانتي بجد تحفه. انا استخدمت حزمتين شبت واتنين بقدونس وواحده كزبره واحده كرفس، ولو مش متوفر كرفس هنستخدم اتنين كزبره، ولكن مهم جدا حزمه الكرفس دي تحفه. بحط الخضره بتاعتي كده في شويه خل واسيبها، وبعد كده بشطفها واظبطها. الصلصه هنا فكت، وبنزل بكيس صلصه واسيبهم بقى ايه يشربوا كده شويه من بعضهم زي كده. دي كده جاهزه عندي وخلاص. وهي طبعا متبهره، بس احنا هنبهرها في الاخر مع الخضار. بشيل شويه على جنب لتسقيه المحشي. بنزل هنا ب4 كوبايات رز علشان المقدار الخضار بتاعي، وهو 2 كيلو ونص من الخضار. هنزل بقى بالخضره بعد ما قطعتها وظبطتها وشلت شويه على جنب، وهنزل بالكرفس برضو بتاعي. والتوابل بتاعتي عباره عن كمون وفلفل اسود، وبنزل بقرن فلفل سبايسي لو حابين، وده ما بيخلوش سبايسي قوي. والملح بتاعي ما بكترش بهارات لان الصلصه متبهره اصلا من الاول. حسيت الخضره قليله فكملت، لان زي ما بقول لكم بحب المحشي جدا يكون فيه خضره كتير، هو ده بيدي طعم وريحه. ومهم جدا حزمه الكرفس، بجد دي احلى خلطه محشي تعتمدوها في الصيام بالذات. الخضار بتاعي بقى هنوضبه. اول حاجه انا بحب اعملها في الخضار الفلفل، وبعد كده بعمل الكوسه، وبعد كده البتنجان. يعني مهم جدا البتنجان بنخليه في الاخر عشان ما يسودش، لو وضبتوه في الاول خالص هيسود مننا على بال ما نحشيه. غسلتهم وكده جاهز معانا الخضار والخلطه. الحله هنا قبل الحشو بنزل هنا في القاعده، بنزل بحلقات من البصل. وطبعا طالما هنعمل كوسه القلب بتاعه ما بيترميش، بيخلي المحشي تحفه جدا ومسكر. وبدي رشه زيت في القاعده. نبتدي نحشي الحشو بتاعنا. وانا ببتدي هنا بقى بالعكس، اول حاجه البتنجان طبعا لانه بياخد شويه في التسويه عن الكوسه والفلفل. مهم جدا ما نملاش الصباع للاخر، ويكون كده فاضي كده شويه علشان ما يفرقعش مننا. الكوسه بقى هنا مهم حاجه. تاني حاجه ان احنا بنديها رشه ملح، لان الكوسه طبيعتها بتبقى مسكره. لو ما حطيتوش ملح في الخطوه دي هتحسوا ان الكوسه دلعه ومش متبهره ملهاش طعم. فمهم جدا رشه بسيطه جدا عشان ما تملحش. وبنبتدي نحشي، وبرده بنسيب شويه في الاخر. اخر حاجه الفلفل بتاعنا برضو بنحشيه، ما نكبسش قوي ونسيب شويه فاضي. وكده خلصنا احلى لوحه فنيه من المحشي الخضار المشكل. هنيجي للتسقيه. انا الميه بتاعتي على حسب مقدار المحشي